الأجواء عادية، لكن المشكل اللي كان هو النتائج. من خلال جدول الأعمال، النقاط اللي تم التداول بشأنها، هذوك النقاط كلها أعتقد أنها ما تناولها المجلس بطريقة اللي هي يعني واضحة، بحيث أن المشكل ديال سبل التداول بشأن السبل الكفيلة لتحسين الوضع الأمني، أعتقد أنه لا بد من استحضار أن هذا الموضوع، هذا الشأن الأمني شأن ديال الجميع، وكاين واحد العدد ديال القطاعات عندها ارتباط بالوضع الأمني بتحسينه، ولكن مع الأسف ما حضروا في الاجتماع باش يمكن يتفاعلوا مع التدخلات ديال السادة المستشارين في المجلس. وبخصوص هذه القضية ديال الوسائل اللوجستيكية ووسائل العمل بصفة عامة، هاد الوسائل ديال العمل لابد المجلس يساهم بشكل فعال باش يوفر ويساهم في توفير هذه الوسائل اللي هي ضرورية، زائد ما يتعلق بالاختصاصات الذاتية ديال المجلس من إنارة، توفير الإنارة بجميع الأزقة، وكذلك علامات التشوير كذلك، وجميع الحاجيات اللي هي تدخل في هذا الشق المتعلق بتحسين الوضع ديال الأمن. وخا أنه راه قلنا على أن مصالح ديال الأمن وجميع السلطات العمومية تقوم بالواجب ديالها، ولكن لابد المجلس يستحضر هذه المسألة هذه، سيما وأنه كاين واحد اتفاقية شراكة لدعم هذا الجانب هذا ديال الأمني، خصها تفعل وخص يتعطى لهم مثلا الوقود، ويتعطى لهم لما لا شراء الدراجات في المجال ديال التجهيز، وكذلك شراء آليات أخرى بحال السيارات، باش يتمكنوا الناس ديال الأمن من تغطية جميع أرجاء ديال المدينة اللي كتعرف هذه المشاكل ديال اسمه. بالنسبة للمسألة أخرى ديال الميزانية، أعتقد أنه فيه شخصيا عندي بعض الملاحظات بخصوص المداخل، وما غادي نتطرق للجميع ديال الأمور اللي هي اسمه، ولكن أنا تنقول بخصوص المداخل غادي ناخذ جوج الأمور. الأمر الأول هو السوق الأسبوعي. السوق الأسبوعي هو المأمول يكون واحد السوق اللي هو نموذجي تخسرت عليه واحد العدد ديال الفلوس، ولكن مع الأسف كاين تراجع في المجال ديال النظافة وكذلك الإنارة، والمرافق ديال المرافق الصحية كذلك غير متوفرة، ومع ذلك فالمرفق تيدخل واحد المدخول اللي هو محترم، بس على الأقل واحد النسبة كبيرة من هذا المدخول خصو يتصرف على توفير الشروط الضرورية للمتطبعين وللتجار كذلك في هذا السوق. غادي نمشي مباشرة ما يتعلق بالمدخول الثاني، هو الضريب على الأراضي الحضرية الغير مبنية، وهذوك الأراضي راه فيهم الحيف، كاين الحيف في القانون وكاين الحيف في تطبيقه، في واحد المزاجية اللي كتعامل به الإدارة، لأنه هاد المدخول ديال خصو يكون واحد النوع ديال الانصاف، وخص يتنشر هذاك الاحصاء الى تدار الاحصاء خصو يتنشر باش يتعرفوا المواطنين اللي هما ملزمين باداء هذا الرسم، باش يتعرفوا
وخاص يكون هذاك الإحصاء بعيد على الموالاة، على الأمور اللي هي اسمه ما يكون خاضع لواحد شي أمور اللي هي بحال استغلال النفوذ، استغلال الجماعة. هذا الشيء ما مقبول نهائيا. كاينين الناس ما تيخلصوا، خصهم يخلصوا الضرائب. وخاص كذلك المحاسبه يتحاسب المجلس مع الناس اللي عندهم هذه الاراضي، الارض اللي فيها العقار اللي تيملكوه الناس، واما ورثه اما اشخاص ذاتيين. هو تتلقى هذا في الطريق، ايوا تحاسبوا مع الناس، ماشي تصيفط له تخلعوا تصيفط له الضريبه باش يخلص الضريبه، ولكن هذاك الطريق اللي داز من هذاك الملك، ولا هذا الملك هذا فيه النص صالح للبناء، والنص راه فلاحي. ايوا ما معنى هذا الشيء دابا؟ وحتى القانون راه خص ترافع باش يتوضح هذاك الاعفاءات اللي هي اعفاءات كليه مؤقته. خاص القانون على مستوى التشريع يتحدد وتوضح هذا الجانب هذا، من باش ما يكون هذا الغموض هذا وعدم الوضوح. ونخليو الفرصه مثلا انا موظف باش ندير اللي عجبني وحسب القراءه ديالتي القانون، ولا ندير تاويل اللي بغيت. لا، هذا الشيء ما خصوش يكون. لابد انه تكون مراجعه لهذا القانون، وهذا دور ديال الناس اللي في البرلمان وتتحملوا هذه المسؤوليه هذه، باش لانصاف الناس ما تتهرب من الضرائب والرسوم اللي هي ديال الدوله. هي مستعده، ولكن داك الشيء خصو يكون بالانصاف، بواحد العداله اللي هي ضروريه. واكتفي هنا